مرحبا، أنا لبان. أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكل أونلاين. اليوم بدنا نحضر مع بعض كبة مشوية بالفرن وأدخنها بطريقة كتير حلوة. مقادير: كاستين برغل ناعم، 3/4 كاسة سميد، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، نص كيلو لحمة، نص معلقة صغيرة فلفلة حمراء، نص معلقة صغيرة بهار، معلقة طعام دبس بندورة، معلقة طعام دبس فليفلة، زبدة مدوبة 150 جرام، بصلة لحجم وسط، كاسة مي سخنة. فضيت البرغل، يفضل يكون لونه غامق، وحطيت السميد وضفت الملح والكمون، وحطيت البهار والفلفلة الحمراء. طبعا الفلفلة الحمراء بإمكانكم تكتروها أو تقللوها حسب اللي بيحب الحد أو لا. ضفت المي، كاسة مي لازم تبلل البرغل تبليل. ضفت الزبدة المدوبة، طبعا كل ما كانت طعمة الزبدة طيبة كل ما كانت بتأثر بطعمة البرغل. فرمت البصلة وحطيت الدبس فليفلة والدبس بندورة. طريقة هاي الكبة كتير سهلة. الصينية دهنتها بزبدة وحطيتها على طرف. جبت ماكينة الكبة وخلطت المكونات كلها مع بعضها، طحنتهم أول مرة وحطيت لهم لحمة، رجعت طحنتهم مرة تانية، تشكلت عندي عجينة كتير حلوة. صرت أعمل طابات الحجم اللي بتحبوه، طبعا يفضل يكون حجم وسط. صفيتهم بالصينية وحطيتها بالفرن بالرف الوسط على درجة حرارة 220، وصرت أطلع عليهم وأقلبهم. شغلت من فوق ومن تحت. بعد ما طلعوا قلبتهم بطنجرة وحطيت قصديرة، وكنت مشغلة أصلا فحمة على النار. حطيت الفحمة بالقصديرة، حطيت فوق زيت زيتون. بدي أغطي الطنجرة وأتركهم لتنطفى الفحمة. بهي الطريقة نحن بنحصل طعمة الشوي. كتير طريقة حلوة، يمكن نستعملها لكتير طبخات. هاي صارت الكبة عنا جاهزة، طبخة سريعة وطيبة كتير. بنصحكم تجربوها، لذيذة وسهلة. أما الفيديو اللي جاي فهو مامونية بالطريقة الحلبية. انتظروني بالفيديو اللي جاي. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليليان كيك ليصلكم كل جديد. باي باي.